امس كانت اخر بطاقة ينزلونها جن انتراكتيف، واللي هي قدرات ليذرفيس، وبكذا اكتمل العدد كامل لاعضاء العائلة اللي هم 5: ليذرفيس وجوني والهيتش هايكر وسيسي، والاخير اللي هو ذا كوك. خلونا نشوف مع بعض قدراتهم ومين تقريبا الاقوى فيهم. في البداية لازم نعرف وش تعني هذه الكلمات، اللي هي الأولى سافجري، والثانية هارفستنج، والثالثة اندورنس. خلونا أول شيء نعرف وش معناها بعدين نبدأ شرح. الكلمة الأولى ومعناها الوحشية، يعني مدى تأثير ضربتك على الفيكتيم. ضربتك وسط، ضربتك قوية، ضربتك ضعيفة، نفس تقريبا نظام بارت 4 و 3. يعني باختصار الخيار الأول هو قوة ضربتك. نروح للكلمة الثانية اللي هي ترجمتها الحصاد، يعني كمية الأكشن اللي تسويه داخل الجيم أنت ككيلر، سواء ضربت فيكتيم أو جلست تتحارب معاه تاخذ دم. فكل ما ارتفع عندك الهارفستنج كل ما خذ دم بشكل أسرع وأعطيته شايب وعلمك الأماكن. والأخيرة اندورنس اللي هي اللياقة أو استمنة. إذا كانت شخصيتك تملك لياقة ضعيفة بسرعة تخسر لياقتك وصعب انك تعبيها، والعكس إذا كانت قوية بسرعة تعبيها وصعب انك تخسر لياقتك. وايضا مكتوب في الشرح انك تخسر لياقتك في محاولتك لضرب الفكتم. يعني بعطيكم مثال علشان تفهمون. مثلا انت بجيسون وضغطت R2 تبي تضرب الكنسلر تخسر لياقتك، يعني هذا اللي مكتوب في الشرح، ما لها اي دخل نظام الركض او الجري. فكل ما حاولت تضرب كل ما انقصت لياقتك. طيب خلونا نبدأ الآن بليذر فيس. قوة الضرب عند ليذر فيس 45 من 50، يعني ضربة واحدة ممكن يودي دمك كامل. الثانية اللي هي الحصاد 10 من 50، صعب انك تاخذ دم الفكتم وتعطيه الشايب. والأخيرة اندورنس اللي هي استمنة أو اللياقة 35 من 50. نروح للي بعده اللي هو جوني. قوة الضرب عنده 40 من 50، وقوة الحصاد عنده 15 من 50، ضعيف شوي. وآخر شيء اللياقة 30 من 50. نروح لثالث واحد اللي هو الهيتش هايكر. الضرب عنده 15 من 50، والحصاد 30 من 50، واللياقة 40 من 50. نروح للشخصية الرابعة من أفراد العائلة اللي هي سيسي. الضرب عندها 10، الحصاد 40 من 50، واللياقة 30 من 50. والأخير من أفراد العائلة اللي هو ذا كوك. الضرب عنده 35 من 50، والحصاد 30 من 50، واللياقة سيئة جدا اللي هي 5 من 50. الأسبوع الماضي جن انتراكتيف نزلوا لنا 2 جدد من أفراد العائلة اللي هم سيسي وجوني، وشفنا قبل شوي قدراتهم من 50. الآن بنشوف كل فرد وش بتكون خاصيته. خاصية سيسي تقدر توزع السم في أنحاء الماب وتستخدم السم على وجه الفكتم، يعني باختصار تصنع السم للفكتم. وأيضا لو تذكرون في الحلقة الأخيرة في شرح لعبة ليذرفيس أنا قلت فيه سم، لكن إلى الآن هم ما وضحوا لنا طريقة استخدام السم. الآن بنشوف خاصية جوني. خاصية جوني هي تتبع الفكتم أو تتبع خطوات الفكتم داخل الجيم، يعني يقدر يشوف خطواتك الجديدة. يعني توك مريت من عند باب يقدر يشوف الخطوات، لكن لو مريت عند باب ومر على مرورك دقيقة أو شيء كذا ما يشوف. علشان اختصرها لكم، خاصية جوني انه يقدر يشوف خطواتك. وفي النهاية شكرا لكم على المتابعة، والله يعطيكم العافية. وأيضا أشكر الأخ اللي دعمني في آخر مقطع لي، الله يعطيك العافية وشكرا لك. وهذه بعض المقاطع الأخيرة في القناة، أتمنى تعجبكم، ولا تنسون لايك، وشكرا لكم.